السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم غاليط ساهل ماهل ناجح 100%. اكيد الا جربتوا الوصفه غتعتمدوها وما غتبقاوش تستغناو عليها. اقتصادي باقل من 10 دراهم، ممكن تحضريه كوصفه هكايا للكوتي او للفطور او كوتي لوليدات المدرسه. تيجي ساهل، ما فيش بزاف المكونات، بمكونات موجوده في كل بيت. كما تشوفوا هنا غادي نمشي نقطعو معكم. تيجي جد مميز وتيجي صراحه من بين الحويجات اللي تنوجدوا الكوتي هكا ناجحين ساهلين اقتصاديين وما تيشدوش لينا بزاف ديال الوقت. في دقائق ممكن نحضروه. غادي نمشيو مع المقادير. غنحتاجو كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، جوج ديال البيضات، جوج المعالق كبار ديال العسل، كيس ديال الفاني، جوج ديال الخمارات وجوج زلافات ديال الدقيق. غادي نمشيو ناخذ اول حاجه، غادي نطربو كاس السكر مع كيس الفاني مع جوج د البيضات. غادي نخدموه مزيان حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي متجانس وكيذوب لينا هذاك السكر ما كيبقاش. تنخدموا مزيان هذاك البيض. كما قلت لكم دائما الحلويات كنخدموا البيض مزيان مع السكر باش تنجح معنا وما يبقاش هذاك السكر كنحسوا به في ايدينا هكا باقي خشن. عاد غادي نمشيو نضيفوا باقي المكونات. وكما قلت لكم هاد الكوتي هذا صراحه ساهل واقتصادي وتيجي لذيذ هكا. نحطوه مع الحليوات هكا الكوتي مع العشيه ولا الفطور ولا حتى هكا تصايبوا الوليدات يديوه معاهم المدرسه. صافي هنايا ضفت الزيت وغادي نبقى نخدمو مزيان كما تشوفوا. كنبقى نطرف فيه حتى كنحس على بحال كريمه. وغادي نمشي نضيف جوج المعالق ديال العسل وغادي حتى هو نخلطو مزيان ونبقاو نضيفو في الدقيق تدريجيا. صافي هنا كما شفتوا خدمت العسل مزيان. هذاك العسل تيضيف لنا واحد المذاق جد مميز لهاد الكاليط وكيعطي واحد اللذه رائعه وحتى في الطياب كيجي محمر. صافي هنا غادي ندوز نضيف جوج زليف ديال الدقيق وجوج ديال الخمارات من وزن 7 غرام. كنبقاو نضيفو في الدقيق تدريجيا حتى كنجمعوا العجين. صافي غادي نبقاو نجمعوا في هذيك العجين كما قلت لكم وحنا تنضيفو في الدقيق. انا هذوك جوج زلافات جاوني نيشان مع الخليط اللي عندي. ممكن مهم نتوما عندكم ميزانكم. بعض المرات كتجمع لنا العجين قبل ما نكملوا الدقيق على حسب النوعيه ديال الدقيق. صافي هنا كما تشوفوا كنحاول نجمع العجين وكيحط كميه كبيره. هذوك اللي قاليط راه ما صغيورين شويه كبار. العجين ما كندلكوهاش، غير كنجمعوها باطراف الاصابع فقط، ما تنحاولوش ندلكوها. كنبقاو نضيفو في الدقيق هكا بشويه بشويه حتى كنحصلوا على القوام اللي محتاجين. صافي كان هذا هو العجين ديالنا. كيولي على هذا الشكل هذا، ما كيكونش خفيف وما كيكونش قاصح، كيكون هكا كما قلت لكم. ما كنحاولوا ما ندلكوهاش، غير كنجمعوها فقط حتى كتنسجم لينا المكونات مع بعضها. صافي غادي نمشي ندير كويرات ماشي صغار وماشي كبار، تقريبا قد الماندارينا ولا صغار واحد شويه. كناخذوهم كنكوروهم وكنبسطوهم واحد شويه هكا باش ما يجوناش مدقسين مني نطيبوا. ضروري ما نبسطوهم واحد شويه، ماشي بزاف نرقوهم، غير واحد شويه. على هذا الشكل هذا.
كناخذوا واحد اللاطه، يا اما تندهنوها بالزيت الا ما كانش عندكم ورق الطبخ، ولا كان عندكم ورق الطبخ من الاحسن. صافي وكنستمروا كنكوروا هذوك العجين حتى كنحصلوا على 16. كنحط لنا هاد العجين تقريبا 16 حبه. غنمشي ناخذ الكاكاو او نيسكافي او قهوه سريعه الذوبان، المهم اللي متوفر عندكم، اولا غير البيض. المهم انا هنايا درت نص ساشي ديال الكاكاو او معلقه كبيره ديال الكاكاو وبيضه كامله. غنشدهم غنطربهم مزيان. لما كانش عندكم الكاكاو ممكن تعوضوه بقهوه سريعه الذوبان، ولا ما كانش عندكم قهوه سريعه الذوبان ممكن ديروا غير صفر ديال البيض فقط، كيجي حتى هو مذهب. صافي غادي نمشي هنا نخلط مزيان هذاك الكاكاو مع البيض مزيان. حتى كيندمج لينا هذاك البيض مع باش هكا ما يجوناش هذوك الحبيبات ديال القهوه عفوا ديال الكاكاو. كنبقاو نخلطوا حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي متجانس. عاد كنمشيو ندهنوا العجين ديالنا. صافي هنايا باش نسرع سميتو مشيت درتو دوزتو في الصفاي، صفيتو وبقيت هكا كندوز فيه بالشيته تنزل ليا كلشي هذاك الشيء ديال الكاكاو والبيض، حيت ما بغاش تيموجينا بالزربه. دوزتو في الصفاي هكا باش العجينه ديالي ما تبقاش هكا تخمر. صافي غادي نمشي ندوز باش ندهنهم. كما تشوفوا تندهنهم بواحد الطبقه ديال هذاك البيض والكاكاو. صراحه كيعطي حتى واحد المذاق لهذا الكاليط زوين. هذاك الكاكاو كيضيف واحد النسمه او واحد البنه. صافي غادي نمشي نستمر ندهن هذوك العجين. كنحاول نديرو من الجناب باش يجينا واصله داك الخليط ديال البيض والكاكاو. صافي كيما شفتوا كنستمروا حتى كنكملوا هذوك كنكملوا العجين كامل اللي عندنا. في هذا الاثناء درت الفران تيسخن، خاصو ضروري يكون سخن من قبل. دابا شعلت عليه ونقصت عليه وخليته تيسخن. في هذا الاثناء نتوما ديروه يسخن الفران. صافي وغادي نمشي ناخذ واحد الفورشيط صافي غنستمر حتى نكمل هذيك العجين كلها. صافي من بعد ما كملتهم كاملين كما تشوفوا غنمشيو ناخذ واحد الفورشيط وغادي ندوزو على هذاك الكاريط بهذه الطريقه هذه. كندير فيه بحال شكل زائد على هذا الشكل هذا. وكنمسحوا الفورشيط ضروري في كل جره كنمسحوا الفورشيط.
كنمسحوها كل مره كنجرو الفورشيط كنمسحوها. صافي كنستمروا حتى كنكملوا هذوك الكويرات كاملين كندوزو عليهم بالفورشيط على هذا الشكل. صافي كما شفتوا كنكملوا هذاك الكاليط كامل كندوزو عليه. ممكن نتوما كاين بزاف ديال بغيتو ديروا الشكل التقليدي ديال الكاليط بالفرش كنمشيو معاه بحال كنموجوه. كاين بزاف الطرق باش تزينوا هذاك الكاليط. انا كندير هذه القضيه ديال ان الشكل زائد وانتم كيبقى لكم اختيار. صافي كما قلت لكم الفران شعلته من قبل كتخليوه يسخن. صافي وغادي ندخلوه للفران على عافيه مهيله. كنخليو الكاليط ديالنا تيطيب على عافيه مهيله باش هكا ما يتشوتش معنا ويجي هكا مدقس من الداخل. كنخليوه تقريبا 20 دقيقه. كنشعلوا ليه عافيه غير من التحت وكنخليوه تقريبا 20 دقيقه. كنردوا معاه البال. صافي من بعد مني كنحسوا به طاب كيبان لنا تحمر وجمع راسو. صافي كنشعلوا ليه من الفوق كنحمروه من الفوق واحد شويه. وكان هذا هو شكل مني خرجته من الفران. هنا كان باقي شويه سخون كما تشوفوا تيجي ناجح وطالع ولذيذ. اكيد الا جربتوه غادي يعجبكم صراحه وساهل من الحوايج اللي ساهلين بزاف. صافي انا غادي نمشي نجيب موس ونقطعو معكم من الداخل تشوفوا الشكل ديالو كيفاش يجي من الداخل. وهذا هو الشكل ديالو كيجي طيب ولذيذ. اكيد المذاق ما نقول لكمش مع داك المذاق ديال العسل تيجي جد مميز. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله الا عجبتكم الوصفه وعجبكم لا فيديو ما تنساوش تعليق وبارطاج مع صحابكم. والسلام عليكم ان شاء الله مع فيديو قادم.